ما هو السر وراء رفض حكيم زياش تقاضي راتب المنتخب منذ عام 2015؟ هيا لنبدأ. قالت صحيفة الصن البريطانية أن نجم منتخبنا المغربي حكيم زياش يرفض الحصول على الراتب الذي يتقاضاه من اللاعب للمنتخب. وأوضحت الصحيفة أن زياش نجم خط وسط تشيلسي يتبرع بكامل راتبه مع المنتخب للجمعيات الخيرية في المغرب وأعضاء طاقم الفريق الوطني، لافتة إلى أن زياش يقوم بنفس التصرف منذ انضمامه للمنتخب المغربي في عام 2015، وأنه لم يحتفظ بفلس واحد من المكافآت والراتب منذ ذلك الحين. كشفت الصحيفة أن لاعب آياكس السابق من المقرر أن يربح 262 ألف جنيه استرليني من وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، وأن كل الأموال ستعطى للفقراء في بلدنا. ومن المعروف عن زياش أيضا أنه يستأجر طائرة خاصة في كل مرة يتم استدعاؤه فيها إلى المنتخب. وفي طريقه من لندن إلى إفريقيا يلتقط بعض زملائه في الفريق. يذكر أن النجم المغربي حكيم زياش كان على خلاف مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، الذي سبق واتهمه بادعاء الإصابة ليتجنب المشاركة مع منتخب بلاده.